إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فتصلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها، هكذا جاءت السنة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير. وأما هذا بالنسبة للإمام يصلي العيد والجمعة. وأما غير الإمام فمن حضر العيد سقط عنه حضور الجمعة، سقوط حضور لا سقوط وجوب، بمعنى أنه لو حضر لعد من أهل الجمعة ومن أهل وجوبها وانعقدت به الجمعة. ومن لم يحضر وجب عليه حضور الجمعة لئلا يفوته العيد. ولكن من حضر صلاة العيد وقلنا لا يجب عليه حضور الجمعة، هل يصلي الظهر أو لا؟ قال بعض العلماء لا يجب عليه صلاة الظهر، والصحيح أن الظهر تجب عليه، لأن الظهر صلاة أوجبها الله تعالى بالزوال. وجعل الجمعة تحل محلها في وقتها، فإذا لم يصليها هذا الرجل وجب عليه أن يصلي الظهر، لأن سبب فرضها وهو الزوال قائم، فوجب عليه أن يصلي. فالصواب في هذه المسألة أن نقول من حضر نقول الإمام يجب عليه أن يصلي صلاة العيد وصلاة الجمعة، ومن حضر معه صلاة العيد فهو بالخيار، إن شاء حضر الجمعة وإن شاء لم يحضر، ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر. ولو قدمت الجمعة في وقت صلاة العيد فالمذهب تجزئ، لأن وقتها يدخل من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني وقت الجمعة، فإذا قدمها فلا بأس. لكن يلزم من ذلك أن تكون الخطبة قبل الصلاة، بخلاف صلاة العيد فإن الخطبة تكون بعدها. وهذا المذهب. وأما على رأي الجمهور وهو أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، فإنها لا تتأتى هذه الصورة، أي أن يقدم الجمعة في مكان في مكان، لأن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. والأقرب أن يقال كما أشرنا أول، تصلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها، ومن حضر العيد فهو بالخيار بالنسبة للجمعة، لكن تجب عليه صلاة الظهر.